بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الاعلام الكبير ذكر الاعلام المصري احمد شوبير ايوب الكرة المصرية بيرد على مرتضى منصور وخالد الغندور ورضا عبد العال وعفت نصار وكارهين النادي الاهلي، خصوصا بعد فوز النادي الاهلي ببطولة افريقيا اللي اخرها كان امبارح. مرتضى منصور في المؤتمر بيقول انتوا شفتوا هدف عبد المنعم؟ قصده ان الجن والعفاريت والسحر والشعوذة والحظ هما اللي بيفوز بيهم النادي الاهلي. فكان الرد صاعقا من الاعلامي الكبير كابتن النادي الاهلي احمد شوبير. نسمع رد احمد شوبير ونرجع لبعض تاني. سيتي اسم كبير ونادي كبير وعظيم، لكن تحس ان هذه البطولة اللي كانت شبه مستحيلة، لكنه هي انت ممكن تقهر المستحيل ازاي؟ بالسحر. نعم، كان في سحر في ملعب الوداد طبعا، بجد انت بتعترف طبعا، سحر كورة، سحر اصرار، سحر عزيمة، سحر ناس بتحب بلدها، بتحب ناديها، بتخلص لجمهورها، وبالتالي في النهاية يحققوا الانتصار ويحققوا الفوز. هو ده السحر. اذا كنت عايز تتكلم على السحر، سحر الدعوات بتاع الملايين، الناس كلها بتقول يا رب وبتقولها مخلصة من قلبها. فالاهلي اللي على وشك مغادرة البطولة من دور المجموعات اللي ما حصلتش من زمان قوي، اذا بالاهلي يتأهل، وبعد ما يتأهل اذا بالاهلي بيقصي الرجاء، ثم يقصي الترجي، ثم يقصي الوداد، ويتوج بطلا لهذه النسخة. هو ده السحر، سحر الإيمان بقوتك وبمبادئك وبقيمك وبإمكانياتك، سحر انك تعمل اللي عليك وتسيب الباقي على الله سبحانه وتعالى، سحر انك لما تخفق او تخسر او تهتز نتائجك تقعد مع نفسك وتقعد مع الناس. هو ايه اللي بيحصل؟ هو ايه الغلط؟ هو الغلط فين؟ تحط ايدك على الغلط وبالتالي بيتم تصحيحه ثم توفيق ربنا. ودائما وابدا افتكروا الكلمه اللي انا بقولها لكم دي، ان الحظ لا ياتي الا لمستحقيه. مش هتبقى قاعد نايم وعمال تصرخ وعمال تصوت وعمال مش عارف ايه وبتاع وفي الاخر تلاقي نفسك بطل. مش هتحصل، لا حصلت ولا هتحصل. لو حصلت مره بتبقى من باب الصدفه، لكنه لما تكسب الصفاقسي في الصفاقسي وتاخد البطولة، لما تكسب الترجي في الترجي وتاخد البطولة، لما تعدي من الوداد في الوداد وتاخد البطولة، هو ده السحر. هو ده اسمه الإصرار، دي اسمها العزيمة، دي اسمها الثقة بالنفس، دي اسمها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلما يجي لك التوفيق بيجي لك لأنك تستحقه. تضيع ضربة جزاء أمام سان داونز في القاهرة، لو دخلت كان خلاص مسألة يعني ترشحك امر شبه محسوم، لكنه تضيع ضربة جزاء من الهلال في مباراته مع سان داونز، ربنا بيردها لك على طول. ليه؟ لانك عملت اللي عليك. تخسر هزيمة قاسية من سان داونز وكل كارهيك خلاص راحت عليك راحت عليك راحت عليك، تقوم انت ترد بدل المرة 2 و3 و4 لحد ما توصل ردودك ل 11 مرة على منصة التتويج بكباتن مختلفين، ما بين الخطيب، ما بين مصطفى يونس ومصطفى عبده والخطيب ووليد صلاح واحمد شوبير وشادي محمد وهادي خشبه وعصام الحضري ومحمد الشناوي وحسام غالي وعماد متعب واسماء كتيره جدا عظيمه، كلها رفعت كأس افريقيا. واكم من كؤوس ودروع رفعوها، 42 درع بطوله دوري عام ويقتربوا من 43، 38 كأس مصر، 10 سوبر افريقي، 3 برونزيات كأس عالم، ضيف دائم في كأس العالم للأندية. حضرتك عارف انه مشاركة الاهلي في شهر 8 في المملكة العربية السعودية في كأس العالم للأندية هي الرابعة على التوالي؟ انت عارف طبعا، بس ان كنت ناسي افكرك ان دي المشاركة التاسعة للاهلي في كأس العالم للأندية وال10 مضمونة، وتم تحديد النادي الاهلي موجود. حضرتك عارف انه الاندية الكبرى على غرار مانشستر سيتي وبايرن ميونخ
غيرها من الانديه العظيمه وريال مدريد دايما بيكونوا اول المهنئين للنادي الاهلي. عارف ليه؟ لانه بقى مع الكبار. وبعد ما سمعنا كابتن احمد شوبير يعني قال كلام يعني ايه، تحس انه نغم طرب كده، حاجة تنزل يعني انغام، قال درر، قال كلام يسمعه عشاق المارد الاحمر ينبسطوا، قال كلام يسمعه كل منصف بيحب النادي الاهلي حتى لو مش بيشجع النادي الاهلي، يستمتع بهذا الرد المحترم، لا في غلطة ولا في إساءة ولا تجريح ولا أي كلام، لكن الكلام معروف رايح فين وجاي منين، والكلام لك يا جارة. الكلام عن السحر والشعوذة، مين اللي بيقول النادي الأهلي بيكسب بالسحر والشعوذة وعفاريت موسيماني وجامايكا وغير جامايكا؟ مرتضى منصور. مين اللي بيقول إن الأهلي راحت عليه ومش هيفوز بالبطولة؟ مين؟ معرفة نصار ولا رضا عبد العال ولا خالد الغندور ولا مين ولا مين؟ مين اللي بيكره النادي الاهلي؟ طبعا كلكم عارفين. لكن النادي الاهلي لا بيرد لا بالصراخ ولا بالعويل ولا يعني الكلام اللي ملوش لازمة. النادي الاهلي بيرد في الملعب، ولما تنسرق منه بطولة ولا بطولتين بيجي السنة اللي بعدها عشان يرجع كل بطولاته المسروقة منه، وبيرد على الظلم والظالمين، وكل ده بتوفيق ربنا. وزي ما قال كابتن احمد شوبير، السحر هو سحر الايمان وسحر العزيمة والاصرار، وكله التوفيق من عند ربنا. عشان النادي الاهلي قلبه ابيض، وعشان النادي الاهلي مسؤوليه ناس بتوع ربنا وعارفين ربنا. حتى كابتن الخطيب كان بين شوطين المباراة شفناه وهو بيصلي بين شوطين المباراة الاهلي والوداد، وربنا كرمنا الحمد لله وفزنا ببركة ودعوات كل جمهور النادي الاهلي وعزيمة الرجال، وشفنا ملحمة من الصبر والجلد. ما شفناش كورة في النهائي، لكن شفنا عزيمة الابطال وجبنا الكاس وفرحنا جمهور النادي الاهلي. عشان كده الكاف فرح جماهير النادي الاهلي بقرار جديد لنج لسه باين متاخد النهارده او امبارح. قرار الكاف بالنادي الاهلي لن يلعب دوري المجموعات، لن يلعب ده يعني قبل هيلعب دوري المجموعات على طول. كل الفرق اللي هتلعب في السوبر الافريقي، دوري السوبر الافريقي، اللي هي صن داونز، الرجاء، الوداد، الاهلي، مش تقريبا مازيمبي، الفرق اللي هي هتلعب في دوري السوبر الافريقي مش هتلعب اللي هي مرحلة المغلوب دي في الاول قبل دوري المجموعات، هتخش دوري المجموعات على طول. ودي مكافأة للأندية الكبيرة في افريقيا. الأندية الكبيرة في افريقيا هتلعب دوري المجموعات على طول، اما الأندية اللي ظروفها متدحضرة فديت لازم تلعب مباراة رايح جاي عشان تخش دوري المجموعات ولا لا. فعشان كده ربنا كارم النادي الاهلي عشان خاطر جمهوره ومجلس ادارته وعشان اولاده بيحبوا النادي الاهلي. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.